السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر لنا في لبنان وفلسطين على الأعداء والظالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل عشاق النادي الأهلي، مرحبا بكل الأهلاوية. النهارده هنتكلم في موضوع مهم اللي هو موضوع مشاكل إدارة نادي الزمالك في الأزمات اللي هي بتمر بيها في الفترة الحالية، سواء تجديد لاعبين أو الديون أو أي شيء. هنتكلم في كل شيء إن شاء الله، وهديك رأيي بالنسبة للموضوع ده. خليني أكلمك على مشاكل نادي الزمالك. عايز أقول لك إن في الوسط الرياضي، سواء المدربين أو اللاعبين عاوزين المستحقات بتاعتهم. عندك باتشيكو عاوز المستحقات بتاعته، عندك سيف الدين الجزيري تمام عاوز يجدد، عندك احمد زيزو عاوز يجدد، عندك عبد الله السعيد عاوز يجدد، عندك فرجان ساسي عاوز المستحقات بتاعته، فاهمني؟ عندك برضو سامسون اكينيولا برضو عاوز المستحقات بتاعته، يعني كل شهر تمام نادي الزمالك بيدفع مبلغ معين لسامسون اكينيولا تمام. عندك المسلوسي برضو عاوز المستحقات بتاعته، عندك عمر جابر ومحمود حمد الونش عاوزين يجددوا، فاهمني؟ وعندك حمزه المسلوسي برضو سيف الدين الجزيري برضو عاوزين يجددوا، لو سيف الدين الجزيري عاوز المستحقات بتاعته. بخصوص مشكله سيف الدين الجزيري تمام، اللاعب ما قدمش شكوى. في ناس كتير طلعت تتكلم تقول لا ده اللاعب قدم شكوى تمام للفيفا عشان خاطر ياخد المستحقات بتاعته. لا، ما حصلش. اللاعب قدم تنبيه لمده 15 يوم، بعد كده اللي ما دفعتش المستحقات بتاعته راح يقدم شكوى، فاهمني؟ فدي مشكله سيف الدين الجزيري، هي انتشرت بشكل سريع تمام. لكن طبعا المحامي بتاعه وضح ان احنا قدمنا تنبيه، ما قدمناش شكوى، ولسه لحد الان اداره نادي الزمالك طبعا ليها 15 يوم تمام، يعني قدامها يعني 15 يوم عشان تجمع المبالغ المستحقه لسيف الدين الجزيري. ده كان بالنسبه لتجديد اللاعبين والمستحقات اللي على نادي الزمالك. تعال اكلمك على الحاجات اللي انت محتاجها. انت محتاج صفقات تمام، مش اقل مثلا من 8 9 صفقات او 10 صفقات، فاهمني؟ محتاج برضو انك انت تجدد اللاعبين، محتاج برضو انك انت تقيد اللاعبين، يعني تسدد الديون اللي عليك للاتحاد المصري تمام عشان يقيد لك اللاعبين الجدد، لان هو الاتحاد المصري برئاسة هاني أبو ريدة تمام قفل باب تعيين اللعيبه، قيد اللاعبين تمام، الا لما الانديه اللي هي عايزه تقيد اللاعبين تخلص الديون اللي عليها كلها، فاهمني؟ فطبعا نادي الزمالك عليه مديونيه كبيره حوالي 200 وشويه تمام، فلازم نادي الزمالك يتحرك في بخصوص النقطه دي هيت. فلازم برضو انك انت عاوز تقيد اللاعبين، دي مشكله كبيره قدامك تمام. برضو انت محتاج انك انت تسدد الديون اللي عليك، ومحتاج الصفقات، ومحتاج تقييد اللاعبين، ومحتاج محتاج حاجات كتيره. فانت المهم هنا انا مش بكلمك عشان خاطر ان انا مثلا بقول لك المشاكل اللي عندك، لا، انت المشاكل اللي عندك دي واضحه بالنسبه لك ومعروفه، بس المفروض في حاجه زي كده تمام انك انت تاخد بعض القرارات الاوليه. ازاي؟ يعني انا مثلا ارتب الكراسه بتاعتي، في عندي ديون، في عندي مستحقات، في عندي تجديد لاعبين، في عندي قيد لاعبين، فاهم؟ في عندي حاجات كتيره. يعني انا امسك المستحقات بتاعتي، امسك الكراسه بتاعتي، واشوف النقطه الاولى والاهم. النقطه الاولى والاهم انا بكلمك فيها هي الديون، انك انت اول حاجه لازم تسدد الديون اللي عليك عشان ترجع تنافس وترجع تقيد اللاعبين بتاعتك الجدد اللي انت هتشاركهم مع نادي الزمالك في الفريق الاول، فاهمني؟ فمن غير انك انت مثلا تقيد من غير انك انت تسدد الديون اللي عليك، مش هتعرف انك انت تجيب لاعبين جدد، فاهم؟ فدي تعتبر المشكله الاولى بالنسبه لك. طيب المشكله الثانيه من وجهه نظري تمام، المشكله الثانيه انك انت يعني تسيب تجديد اللاعبين دلوقتي، بس اهم حاجه انك انت تجدد للعيبه اللي هي عاوزه تقعد مع نادي الزمالك بالمبلغ اللي انت جاي له. يعني مثلا زي مشكله احمد سيد زيزو تمام، دي اركنها شويه، خليها شويه. طبعا خلاص فاضل ايام وشهر يناير ومش عارف ايه والكلام دوت، ده كان المفروض الكلام دوت من بدري مش من دلوقتي. يعني انا مثلا اشوف مشكله احمد سيد زيزو تمام، نفترض انك انت جددت له ب 80 مليون تمام، واللاعب استمر معاك لمده السنه، بس انت ما خدتش الدوري، ولا ما خدتش مثلا بطوله الكونفدراليه ولا اي حاجه، مع ذلك ان احمد سيد زيزو شارك معاك تمام. طيب السنه التاليه
هيكون عمر احمد السيد زيزو كبر شويه، تمام، فمش هيقدم لك المردود اللي هو كان بيقدمه لك في السنه دي هيت. فبرضه احتمال وارد، تمام، انك انت ما تاخدش الكونفدراليه، ما تاخدش الدوري، فاهم، وبرضه ما تصعدش مثلا. طبعا انت السنه دي مرتبط انك انت عاوز تاخد الدوري عشان خاطر تصعد في ابطال افريقيا، لكن بمشاركه كبيره مع النادي الاهلي، تمام، والترجي التونسي في احسن احوال في الوقت دوت. فانا اقول لك الزمالك لا، ما انا اسف، دماغي راحت في ابطال افريقيا. فبمشاركه المصري ومشاركه النادي الاهلي، تمام، والفرق الصاعده دي هي دي كلها، كل دلوقتي بيلعب بشكل قوي، فاهم، والدوري قصير. فانت دلوقتي محتاج حاجات كتيره تحطها في الحسبان. سيبك من السنه ديت، السنه ديت انت بس ركز في الكونفدراليه وركز في تسديد الديون. طيب مشكله احمد سيد زيزو هنعمل ايه فيها؟ مشكله احمد سيد زيزو انت تحط له احتمالين. احتمال ان انا مثلا لو جبته وجددت له، تمام، هيجيب لي الدوري ولا مش هيجيب لي الدوري. انا عاوز الدوري بمشاركه احمد سيد زيزو، انا عاوز الدوري. طب المشكله الثانيه، الاحتمال الثاني، ان انا اجدد لاحمد سيد زيزو وبعد كده ابيعه، فاهم، اجدد له موسم وبعد كده ابيعه مثلا لاي نادي سعودي خليجي، فاهم، الفتح، مش عارف، شباب قطر، يعني اي نادي. فده الحل التاني. لكن ان انا مثلا احط افتراضيه، تمام، ان انا مثلا افتراضيه ان مثلا احمد سيد زيزو هيجي يلعب مع النادي الزمالك ويجيب لي الدوري او يجيب لي بطوله الكونفدراليه كلاعب ولوحده. انا اقول لك احمد سيد زيزو مش قادر على كده، قدر الله ممكن يتصاب منك، فاهم. فانت تحط كذا احتمال انك انت يعني عاوز مثلا احمد سيد زيزو يكون معاك. في احتمالات تانية انت ممكن تشتغل عليها، ده برؤية من الجهاز الفني بتاعك. عايز اقول لك برضو ان جروس لعب 11 مباراة مع نادي شالكة، ما فازش غير في مباراة من خلال في اخر 4 سنوات. اخر 4 سنوات فاز في مباراة واحدة بس، ولعب 11 مباراة، اتغلب في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات. وادي نتائجه مع نادي الزمالك اول مباراتين يلعبهم اتعادل فيهم. فانت برضو عندك تحدي تاني احتمال يظهر ان جروس مش متكيف مع الاجواء ومش هو المطلوب في الوقت الحالي لنادي الزمالك. فانا اعمل ايه؟ اعاند نفسي واروح اجيب مدرب اجنبي، رغم ان انا عندي مثلا مدربين في مصر باعلى كفاءه. يعني عندك علي ماهر دهوت من افضل واحسن المدربين في مصر. ليه انت ما تستغلش خدمات علي ماهر ويبقى معاك مثلا في بطولة الدوري العام وبطولة الكونفدرالية، فاهم. فدي هاي حاجات انت المفروض تحطها في النقاط وتحسبها كويس. خلينا اكلمك على سيف الدين الجزيري. انا زي ما قلت لك ان هو قدم تنبيه، ما قدمش شكوى رسمي. فسيف الدين الجزيري بعد 15 يوم احتمال يتحرك هو والمحامي بتاعه، تمام، ان هم عاوزين المستحقات بتاعتهم. فدي هي حاجه ترجع لك انت برضو، انك انت لازم تحط في دماغك ان سيف الدين الجزيري تحاول تبيعه او تحاول انك انت تجدد له. خليني اكلمك بشكل عام على نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج على الاقل 4 سنين عشان يفوق من الكلام اللي هو فيه ده، فاهمني. محتاج يجيب لاعبين يجيب ويبيع، ما يركزش في ان هو مثلا ياخد الدوري او ياخد بطولة الكونفدرالية اكتر من هو المفروض يركز ان هو ازاي يسدد الديون اللي عليه. طب هيسدد الديون اللي عليه ازاي ومفيش موارد؟ انا عندي هنا سامسون مايكلونا بدفع له شهريا مبلغ وقدره، وعندي هنا فرجان ساسي ما بين 700 ل 900 الف دولار مستحقات فرجان ساسي. وعندي برضو باتشيكو ليه مستحقات، فاهم، والمسلوسي برضو عايز المستحقات بتاعته. ففي كتير فيه يعني كذا جهه. وبرضو خلي بالك بنتايج دهوت يعني هتجدد له مش هتجدد له مش عارف ايه، الشاب اعاره، فاهم. فانت عندك يعني حاجات كتيره انك انت لازم تحط لها نقاط. امسك الكراسه بتاعتك، تمام، وحط النقاط دي اول حاجه هنشتغل عليها. خلصت يبقى نشتغل على الثانيه، خلصت يبقى نشتغل على الثالثه، خلصت نشتغل على الرابعه. ومن ناحيه تاني انك انت تخلي الناشئين بتوعك يطلعوا اعاره، طلعهم اعاره عشان يجيبوا لك فلوس وموارد،
لكن مفيش اعاره، مفيش موارد، مفيش فلوس، يبقى انت كده زي ما انت واقف مش هتتحرك. فاهم؟ فدي يعني نشوف يعني مشاكل نادي الزمالك كتيرة ولازم يوقف لها يعني حد يكون فاهم، تمام، ان هو يحاول يعالج المشاكل ديت. ده كان بخصوص الزمالك. تمام. في حلقة النهاردة حلقة خفيفة وسريعة، أتمنى من الله تعالى فضلا من الإنسان على الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.